السلام عليكم، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ خضتكم؟ معلش عشان انا جيت متاخر، الماتش بادئ بقاله 10 دقايق. مش عايز ادعي بقى على اللي كان السبب. فبس هنخش في الرياكشن على طول. اول حاجه نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انا السبب. هو ده السبب بصراحه، يعني هو اللي عامل فيا كده. بس نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وندعي لاخواتنا الفلسطينيين ربنا يقويهم يا رب وينصرهم يا رب يا رب على اعدائهم يا رب والله إحنا واعدائنا معاكم. كلنا وان شاء الله نفرح كلنا كده باذن الله. ده رياكشن ماتش الزمالك وبيراميدز، ودلوقتي 1-0 لبيراميدز. فطبعا حته التوقعات دي اتضربت خلاص لان الماتش بقى 1-0. فعادي ممكن نتوقع برضه. تتوقع ولا مش عايز تتوقع؟ لا ما بحبش اتوقع اصلا. خلاص هو ما مش بتفقش هيتوقع. أصلاً بيه. بص انا انا كان توقعي قبل الماتش بصراحه كنت حاسس ان هم هيوصلوا ضربات جزاء والزمالك هيكسب. بس بعد الجون ده مش عارف بقى الزمالك هيفتح. انت عارف ان انا الزمالك هشجع هيفتح. ان انا هبقى مشجع الزمالك يكسب النهارده. انا بشجع الزمالك اصلا. انا ما بحبش بيراميدز عامه. ولا وبالنسبه لي الزمالك يعني هو نادي كلوديا، بس انا بحبه، يعني انت فاهم ازاي؟ يعني هو نادي كلوديا بس انا لعبه في النهائي. انا عايز العب الزمالك. ايوه انا كمان ماتش الاهلي والزمالك في النهايه احلى بكتير. اما النادي العره اللي بيلعب مع ده نادي، انا عايز ده نادي أسأل سؤال. يهودي اصلا. هو ما دعمش ولا عمل حاجه، انت فاهم؟ حتى اللعيب اللي عمل سكتوه بعديها، ما تفتحش بقك في الحوار. هو الحوار ده اصلا هو قال عليه بقاله كام مره، عمال يقول لي اتكلم فيه. بس انا يعني فاهم في الايام اللي فاتت دي الواحد يعني وفي نقطة أنا النهاردة هقول لك مش كلمة فاضي على لبيراميدز. فتوح. فكرني بيها عشان أنا عايز أعمل تحدي على حوار فتوح. عايزين صح رايكم في الكومنتات يا جدعان. الاهلاويه والزملكاويه رايكم بالنسبه للاهلاويه رايكم الاهلي يجيب فتوح ولا لا؟ الزملكاويه انت هتاخد قرار قدام فتوح، يعني انت عايزه يكمل في النادي ولا لا؟ أنا طبعا كأهلاوي لا فتوح، وكواحد بيفهم في الكورة أنا شايف إن فتوح لا غنى عنه لأي فريق. أي فريق هيروح فتوح إضافة. هو بصراحه احسن باك شمال. الموضوع اللي أنا كنت عايز أتكلم فيه بالنسبة لفتوح، الزمالك دلوقتي بياخد قرار في مبدأ كويس، ان هو عايز ياخد قرار قصاد فتوح ويعاقبه ويوقفه ويعرضه للبيع. انا عشان كده سالته. السؤال انتوا بقى جنب الاداره ولا جنب فتوح؟ التحدي بقى اللي بيني وبين جمهور الزمالك. انت دلوقتي جمهور الزمالك بيساعد الاداره، بيأيد الاداره في القرار دوت. انا شايف كده برضه. رغم ان دي سابقه على فكره مش متكرره مع جمهور الزمالك. انت فاهم ازاي؟ كانوا على طول بس بيساندوا انا براهن على فكره ثقافه جمهور الاهلي وثقافه جمهور الزمالك والكلام ده. براهن ان مع اول دروب هيحصل جمهور الزمالك هيلوم الاداره على فتوح، وهتبقى مشكله كبيره مع الفتوح. الاداره لما خدت القرار ده ما حطتش في دماغها ان جمهور الزمالك عقليته مش كده. بس بيتهيألي بعد ما دعموهم يا جدو، يعني بعد ما الجمهور دعمه ما ينفعش ارجع اقول لا بعد ما دعمت. هيرجع جمهور الزمالك اللي هيرجع. جمهور الزمالك هيرجع، ان جمهور الزمالك مش متعود على كده، وفتوح خساره كبيره لنادي من الزمالك. ناحيه خساره فهو خساره. ايه ده الجون التاني ولا ايه؟ خش عليه، خش يا بسلوس. جون. مصطفى فتحي الرودي. مصطفى فتحي. انا مصطفى فتحي ده بصراحه هو مش سوبر ستار، وفي مصر عاملين هو ده اللي مضيع الكوره في مصر. ان اللعيبه دي كويسه، بس اللعيبه دي كانت زمان اخرها تلعب في بتروجيت، في حرس حدود، في انبي، الكلام دوت. كان لعيبه الاهلي والزمالك بصراحه اعلى من كده شويه. انا فتوح هو ولا اهلاوي ولا زملكاوي. مش فتوح على مصطفى فتحي. مصطفى فتحي لا امكانيات، لعيب كويس. ده بس هو ما هو لعيب يا جدو، بس هو مشكلته عايز حد يعني لا بيدافع كويس، عايز حد يفهمه المفروض يعني معدل التهديف قليل. لا بيدافع كويس، معدل تهديفه قليل. امتلاك للكوره. انت بس هو من احسن 2-3 في بيراميدز على فكره. ما هو بيراميدز اصلا كل سنه بنعمل ضرب على فريق بيراميدز. في الاخر انا ببص الاقي علي جبر بيلعب ودودو الجباس. فاللي هو في علي جبر ده كارثه. يا محمود يا علاء بقى، انا بشجع محمود علاء. انت متخيل؟ انت متخيل ان بيراميدز ده مجرد ما بتبخ فيه اي نادي على فكره بيراميدز فريق عنده لعيبه كويسه. انت عارف مين الفريق بس مجرد ان بتبخ فيه بيبقى عادي جدا. مين؟ سيراميكا.
بيلعب حلو سيراميكا. سيراميكا فرقه، وايمن الرمادي كمان عامل توليفه جده حلوه قوي بصراحه. بصراحه النهارده اتفرجت عليهم كمان وركزت معاهم، لان انا كنت مركز مع شكري وكنت عايز اشوف القندوسي. بس انا ما شفتش القندوسي جاب جون فينا النهارده وعامل دوري عالمي. مصطفى فتحي كان هيجيب الجون التاني هو انا ضيعت هجمه فاجيب جون، دخل رقص كده 2 وانفرد ومش فاهم ايه ده. الحمد لله ان هي ما دخلتش. هو في ايه ده؟ على فكره الماتش ده شكله سكور، على فكره لو فضل على كده بيراميدز ممكن يجيب التاني والتالت في شوارع ورا، في شوارع. على فكره الزمالك السنه دي برضه ده تحدي. الزمالك السنه دي لو لعب ماتشات تقيله شويه مع فرق تقيله شويه، اذا كان افريقيا، اذا كان عربيا، اذا كان في مصر، هياخد سكورات كبيره، وده ميزه ان اوسيريو مشي، ان اوسيريو كان هياخدها ويبلعها مستريح، لكن مدرب مصري هيلم شويه، يحاول يدافع شويه، هيعرف يلم النتيجه ما تهربش منه. لكن انت السنه دي الزمالك فعليا لو ما جابش لعيبه في يناير الزمالك معرض لكوارث والله يا ابني انا عملت فيديو من فتره، يعني من بعد الماتش بتاعهم على طول، اللي هم طلعوا لا قبل كده، اللي هو بتاع افريقيا، قبل انت ما تيجي من حوالي شهر ونص كده مثلا. قلت يا جدعان الزمالك لازم يمشي اسوريو ده لو هو عايز يقف على رجله، لازم يمشي اسوريو ويجيب حد مصري يظبط الدنيا ويظبط الدنيا لحد ما تظبط انت فلوس تعرف تتعاقد مع مدرب، مش اي مدرب اجنبي وخلاص عشان يسكت الجماهير. هتتفرقوا مني بالكلمتين دولت. الكرة المصرية لو فضلت على المستوى دوت يبقى لازم المدرب يشتغل على فكرة 3-5-2. ان الطرق الجديدة ديت بتعتمد على امكانيات ازيد في اللعيبة. انت فاهم ازاي؟ وانت ما عندكش الكواليتي بتاع اللي هو لمسه ولعبه وتخ للاسف في مصر في مشكلة، يعني للاسف خلينا متفقين، للاسف الكرة في مصر الامكانيات اللعيبه اقل من طرق اللعب اللي بتتلعب ديت. المهاجم ده اتعرض على الاهلي على فكره. ما ينفعش. ما ده وقال لك لا. رحنا جبنا موديست. على فكره كولر اصلا جبنا واحد ميت. طب انا اقول لك على حاجه، سيبك من موديست. انت عارف ان كولر اصلا اختياراته حتى الواد اللي هو البرازيلي كان هيجيبه ده اسمه ايه؟ المهم الواد اللي هو بيلعب في الصين. ايوه على فكره نفس موديست تعبان جدا على فكره. اتفرجت على فيديوهاته تعبان جدا شويه ليه بس تعبان شويه عنه يا عم، تعبان برضه. نفس من الواضح ان اللي هو عايزه، هو المدرب بتاع الاهلي اللي هو عايزه مش هيجيب الرقم اللي بيتحط. ليه؟ حتى الاسامي اللي بيحطها في الرينج بتاع الرقم ده الاسامي تعبانه. هو بيني وبينك هو كان عايز اسمه ايه ده بتاع تركيا ده موليكا ده. هو كان عايز موليكا الاولاني ده كان موليكا ده اقتراح الاهلي اصلا عليه، بس هو الواد عالي قوي. انت عارفين ان موليكا ده برضه لما اتعرض على الاهلي وهو كان في نص التراب برضه. عارف مين اللي جامد اسمه ابو بكر ده بتاع الكاميرا. ده برضه ده ستاندرد عالي. ده فينيشر ما شفتش كده في افريقيا. ابو بكر ده واد التاليسكا بتاع الاتحاد السعودي. بس تاليسكا ده صغير وهتلاقيه بفلوس كتيره، انما ابو بكر خلاص بيخلص. فلو هتجيبه يلعب لك موسمين دي يبقى معاك في كاس العالم. طب وانت عندك فين الناشئين بتوع مصر الزمالك طلع ما تتكلمش في طلع واحد وطلع الثاني. لا الاهلي فين؟ مصر بقى لها 20 سنه بتتضرب في الحوار ده. لا الاهلي كان طول عمره احمد بلال، محمد فضل، عماد متعب. انا بقول لك طول عمره مهاجم بيطلع لا ما انت ما بتديش اصلا، ما بتديش. ليه بقى؟ عشان انت تحت مقضيها ايه؟ بالحب. ابن كذا وانا هات كذا ولا وايد لك مش عارف مين، هات كذا وايد لك ده في نادي كذا كده، بقت ارقام تتأيد. يلا الزمالك بقى جون بقى يا والله يا جدعان انا اعرف يا زيزو لعيب الكوره قوي. لو لعب كوره هتحسوا ان العيال اللي بتلعب في الملعب دي ما بتعرفش تلعب كوره اصلا. كانوا عيال بتوع شوارع ولا عيال غلابه وشغال طول النهار ويجي بالليل يلعب ماتش عالمي. لا بقى شد عضلي ولا شدوا عضله ولا شدوا وركبوا. انا عايز اقول لك كمان الوكلاء اللعيبه اللي بيجيب اللي بيبقى وكيل على اللاعبين، فاهم؟ يقوم متفق مع المدرب انا هجيبك للنادي ده، بتمسك النادي ده وبس هتاخد كذا لعيب معاك.
يا ابني اللعيب بقى هو بقى وكيل اعماله بقى تمام فيقوم واخد. المدربين المصريين يا جدعان مش مؤهلين خالص. بس اقول لك على حاجه، يعني هو مش فاهم اللي بيحصل في الملعب على فكره. سيب معتمد جمال ده ولا مدرب في مصر في حاجه غلط على فكره. احنا مدربين في مصر عامل زي ايه بالحب. وعلي ماهر انا كان عامل مواسم حلوه قوي، ما اعرفش راح المصري. علي ماهر ما عملش اي حاجه السنه دي علي ماهر انا بصراحه برضو ما طورش نفسه. علي ماهر هو علي ماهر اقفل جامد ما خسرش الماتش فنجح بالبتاع دي واتشهر لا بيها. بس كان بيلعب يعني. لا 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 لا, لا, لا. والله كان بيلعب علي ماهر بالاسيوط. انا بقول لك اهو من ساعه ما المدربين ابتدت الاول كانوا المدربين فعليا حافظين 3-5-2. حتى المدرب المصري كان على الاقل حافظها كده هو مش فاهم حاجه بس هو حافظها. انت فاهم ازاي؟ لكن الطرق الجديده في اللعب بتاعت 4-3-3 4-2-3-1 4-3-2-1 الكلام ده المدربين حافظين اساسياته لكن تفاصيل جوه هو زيرو. على فكره انا معترض على كولر في ماتش سان داونز. كنت اتكلمت مع راضي في الموضوع دوت. كولر في ماتش سان داونز ما غيرش اي طريقه لعب واحنا بنلعب رغم ان احنا كان عندنا مشكله في وسط الماتش من طريقه اللعب. بالذات في بدايه الشوط الثاني. انت لعبت شوط واحد في 4 شوط والشوط الوحيد اللي لعبته اكتشفت ان الفريق اللي قدامك مش قوي. اللي للاسف في مشكله كولر. انت عندك مشكله، انت لازم الاداره الاهلي تقعد معاه في الموضوع ده. لازم فعلا لان بقى له 5 ماتشات. انت عايز تطلع بالكوره. بص انا هكلمكم تكتيكيا. انت عايز تطلع بالكوره انت عندك 4 ورا وبيبقى 2 والباك اب بتاعتك بتفتح شمال ويمين. تمام وبينزل واحد من الديفندر بتاعك عشان يفتح لعب ويبدا يستلم ويطلع كوره. تمام هم بقى بيعملوا ايه؟ فانت دلوقتي في 3 هو بيروح مزود لك عليهم 3-3 وساعات بيحط لك 4-3. فانت كنت المفروض تعمل ايه؟ المفروض كولر كان يغير طريقه اللعب انه يزود واحد ينزل لو انت عايز تطلع بالكوره من تحت بدل ما انا بنزل بواحد بس اللي هو مثلا مروان عطيه وينزل يستلم. يبقى كان لازم واحد العب ال 4-3-3 العبها باثنين تحت واحد قدامهم والاثنين دول يطلعوا الكوره منها امتلاك للكوره منها طلوع بالكوره من تحت براحتي منها ان هو لو ضغط عليك وانت معاك 4+2 يبقى 6 لازم يخش عليك ب7 عشان يبقى ضغط ازيد. فهو استحاله يعمل دي. هو العمل دي ضربها. فدي تريكه بس من ضمن 50-60 تريكه في الماتش. استغربت ان كولر ما خدش اكشن فيها. انا مش بتكلم انه كان يعمل دي بس كان يوريني حل ليها. انت فاهم ازاي؟ ان انت معاك نفس المشكله استمرارك هم يضغطوا عليك انت برضو نفس مروان عطيه. فكره انك ما تلعبش ديانج ديفندر دي دي برضو مشكله يعني. غريبه. وبرضو استمرارك على حته حسين الشحات او الجناح يعني بتاع رجوع والتاخير في التغيير يا جدو حاجه يعني شلل قوي بصراحه. يعني حاجه شلل قوي يعني بيتاخر قوي. يبقى اللعيب وحش قوي بقاله ساعه في الماتش وحش قوي ويسيب. يا زيزو والله يا زيزو انت حرام في الزمالك يعني قصدك؟ الفرقه هو خلي بالك انت لو شلت منه من زيزو حرام عليك انت بقى بجد انت لو خدت زيزو بعد فتوح قلت لك هو الزمالك عباره عن عيلين بيلعبوا فتوح والواد والله يا ابني الباقي كله هاتش في الناتش في الكلاتش. انا عامل فيديو في اي حاجه من حوالي مثلا 4 شهور ولا حاجه. مش كده جمهور الزمالك هيقلب على الاداره بسبب فتوح. وفتوح الاداره بتاعت الزمالك لما خدت القرار ده ما خدتهوش كمبدا. اداره الزمالك حبت تحرق موضوع الاهلي. ايوه حبت تحرقه. ولو اتعرض للبيع في موضوع الاهلي كان الولد الزمالك ساعتها ممكن يقرر يروح بيراميدز يروح بتاع والافضل سعر وكان هيختار بيراميدز. لكن الاهلي طلع اسرع منهم. يعني احنا نعمل الموضوع تاني. فيجي هم يخشوا ايه؟ شهر يناير الواد من حقه يمضي. هتبيع ايه؟ مش هتبيع للواد مش هتبيع خلاص اللعيبه هو اللي هيختار وهو اللي هيمضي. انت اخرك تبيع ال6 شهور دول. يعني انت بقى ساعتها اخرك تروح رايح للاهلي يا عم الحاج هات مليون. هو ماضي اصلا يا جد. هو الواد ماضي عمال يماطل عشان يجي يناير بس. اتمنى بص طالما عدلي القيعي مسك الملف انسى خلاص ما فيهاش دي يعني. وما عدلت ايه؟
طلعوا قالوا صراحة مسكوا أمير ملف توفيق. احمد فتوح بصراحه الواد التاني امير توفيق ده آه، نايتي قوي يعني، حاجه يعني محترمه جدا. وفي في المكان ده بالذات عايز عيل ادرجي. هما مصطفى بايع الماتش ولا ايه؟ اصل دي بتحصل على طول، مصطفى والله مصطفى بسله مش مش بتحصل معاهم على طول. مصطفى بسله بيتكلموا لا لعيبه زي مالك زمان انا اقول لك زمان كان بيفوض. انا بقى اصل انا عايش يا جدعان بيفوض فريق. اللعيبه قبل الماتش، يقول له هنمضيك وبتاع ومش عارف ايه، وبعد بعد الماتش هو يقول لك انه موجود. اتنين اللعيب اللي كان بيدخل جون في الزمالك اللي هو زملكاوي اللي دخل جون في الزمالك ده بيتعاقب، ده ما بيخشش النادي، ده بيقف عضويته وحوار كده كان ايه ممنوع يخش النادي. فانت تخيل مثلا تبقى راجل زملكاوي عشت مثلا 20 سنه فيه فعندك 28 سنه فهتلعب ماتش قدام الزمالك فهيتقلب عليا لا يغور الماتش ده في 60 دقيقه لا. وهم كانوا فاكرين احنا مش فاهمينها وعارفين ان انتوا نادي معفن. هو بيلعب ايه؟ 3 ورا ولا 4 ورا؟ مين؟ الزمالك؟ معتمد جمال ده بيلعب اكيد بيلعب 3، مش هيلعب 4. تعرف شيكابالا حتى لو لعب 3-5-2 افضل له. يا جدعان والله انا معترض. اللعيب المصري عموما 3-5-2 افضل. جون بقى. ايه يا عم القرف ده بقى؟ زيزو بقى. يا زيزو استلم زيزو، حتى زيزو فيها زيزو. بس غريبه بيراميدز ما بيلعبش بغل على الزمالك يعني. ما بيلعبش بغل على الزمالك. بيلعب الزمالك عادي يعني. الماتش الاهلي بتبص تلاقي اللعيبه بتطرطش غل. اسف يا جماعه انت اصلا ما دربتش في كي جي 2 يعني ده مثلا ايه ما وقفش. لا بس روح منتخبات اولمبيه يا عم انت شايفها ما جاي منها اصلا ما خربوها في الحركات دي برضه المدربين تعبانين اقسم بالله العظيم. بس انا ما بتحكمش عليه يا راجل، يمكن يعمل لا يمكن يعمل يا ابني دارس ايه ما لا حته دارس ايه دي في مصر ما تسالش. بس ما تسالش. هو بس خلي بالك برضو يا جدو في مدربين جامده من غير يعني مش ما درستش كتير. لا بس بره بس هنتكلم بره. ما بره يا جدعان. لا ما انا هقول لك انا حاجه بره يا جدعان. المدرب لما بيلاقي نفسه ان هو يجي منه مدرب كويس بيروح يذاكر حاجات برضه انت فاهم ازاي بيطور من نفسه. اكيد طبعا. انت الراجل في مصر لا بره يا جدعان انت ما ينفعش اصلا قاعد على قهوه هناك من غير شهادات. ايوه قاعد على قهوه بقى يا زميلي بالليل شغل مدرب يا اسطى الصبح نروح يا عم نشوف انت لو وقفت الواد ده جاليليو. لا انت شايف رضا عبد العال بيتكلم كده ازاي؟ ده مدرب، ده كان مدرب يا جدعان. رضا عبد العال بيتكلمش في الكوره بيتكلم غلط. رضا عبد العال يا جدعان درب في الدرجه الثالثه وفي الدرجه الثانيه ما صعدش بولا فريق فيهم، وماسك مدربين الدوري المصري بالاجانب كلهم غاسلهم. هو بالنسبه له المدرب الوحيد اللي بيعرف يدرب في العالم هو جوارديولا، وهو بيتكلم عن نفسه ان هو اللي بعد جوارديولا. فهو يعني عارف كده سفاهه. لا هو لا هو كده فاهم ومقفول عليه بقفص، ويا عيني مش شايف من اللي ورا القفص. هو في حته في زون معينه بيتكلم من خلالها، مش شايف بقى العالم بقى واللي بيحصل والدنيا لا رضا عبد العال بيبيع سفاهه للناس بصراحه. كميه اللي الذوق على الناس. لا وبيقل اهانه بيقل اهانه على قوي. اللعيبه مع اعتراضي على بعض اللعيبه او الكلام ده كله. بس انت اصلا مش فاهم حاجه. انت اصلا مش فاهم حاجه. لا انت لا راضي تفهم ولا بتفهم. انت حمار. والله العظيم. والمشكله ان نتكلم عن الفتوح دلوقتي يقول لك مش عارف ايه طب ده انت يقول ده انت يا رضا جاي من الزمالك للاهلي. قال لك لا اصل هم رموني. مين الاهلي جابني بعد ما هم رموني؟ انا رحت الاهلي بعد ما هم رموني. طب ما انتوا فتوح بقى له كام شهر ما بيقبضش. فتوح بقى له كام شهر ما بيقبضش ورامينه. وقلت استنى وقلت عليه وقلت عليه بيشرب مش عارف ايه مخدرات، وقلت عليه بيطلع يسهر مع النسوان، وقلت اتطور قوي يا راضي اقسم بالله العظيم. الجمهور الزمالك عايز يلعب ازاي؟ جمهور الزمالك اللي بيفهم كوره هيفهم اللي بقوله ده. الواد وصل لمرحله بنت جنيه في التطور. تخسروا ده؟ كان فعلا كان جاي من على فكره اللي خرب الموضوع ده تواجد زيزو بالرقم ده. زيزو بياخد 30 مليون في السنه. تخيل زيزو في الاهلي والزمالك
زيزو اكتر لعيب بياخد راتب. اللي عمل على فكره سبب ان المشكله اللي حصلت طارق آه. حامد كل ده بسبب موضوع زيزو. كله بسبب زيزو فعلا. مش هتديني انت زيه ما ليه؟ ينفعش ما ينفعش عشان ترضي لاعب تيجي على الفرقه. بس وهو اول قرار وانا براهن ان اول قرار هيتاخد من مجلس الاداره ده انه هيمشي زيزو. هيبيع مش زيزو. هيقدر على مرتبه يا جدع. اه وبعدين كل لاعب هيتنجم هيقول لك ساويني بزيزو. واي حد بيفهم فاهم ان المشكله من عند زيزو. ما على فكره الزملكاويه فاهمين بيقولوا كده برضه، وائل الاباني والناس اللي هي بتفهم دي وعن فاهم لا. ما بتطلعش تعرف. انا ما بقولش زيزو وحش عشان ما حدش يجي يقول لي انت بتقول زيزو وحش. ما بقول زيزو وحش. زيزو من احسن لعيبه في مصر. يكاد يكون كلاعب مصري احسن لعيب مصري في الدوري الممتاز في الحته بتاعته دي. تمام انا ما عنديش مشكله في دي، بس انا بقول لك مشكله زيزو انت عندك ابن بوظته. الرقم ده ما بيدفعش في لعيب مصري، يا اما هتدفع للفرقه كلها. فانت مثلا تخيل اوباما لا انت تقول له تخيل اوباما يا ده باشا بياخد هات 30 خندقين مليون في الاهلي تخيل بياخد انت. كذا، يعني هات لي احسن لعيب في الاهلي مصري ياخد كام واساويك بيه، انما ما انت ما تقوليش 30 مليون و25 ايه الكلام ده يا جدع. هو ثواب هنهزر. ثواب لعيبه بيراميدز. ولعيبه بيراميدز اصلا اقسم بالله العظيم بيراميدز ده نادي في ملاهي. والله ده مراجيح ده مراجيح ده. نقعد كده انا بس السنه دي يخسروا كده ما يكسبوش ولا بطوله. ده اللي انا عايزه عشان نخلص بقى من المواد لان ده اللي خرب الكوره في مصر. هو مقاسي يخش افريقيا وما دعمش والله موت لعيبه، والله لا طلع لي لعيبه ناشئين. موت لعيبه العيلين اللي خدهم من الزمالك دولت ولا هشموا كوره ولا هشموا هيبطلوا. يمكن كان يطلع منهم عيل كويس اللي هو ابن فاروق جعفر وابن اسامه نبيه. ابن اسامه نبيه احسن من فاروق جعفر تعبان قوي بالنسبه لي، يعني مش عارف. انا بقول لك ممكن يطلع منهم لعيب كوره. هو موتهم. تعالى اتفرج على عنده كام لعيبه يا راجل. انت عارف مين اللي هيموتهم بجد؟ الواد اللي ابراهيم عادل دوت صابر، محمود صابر وابراهيم عادل. بس هو مش فاهم. دول بالفلوس، دول هيبوظوا اي حاجه بالفلوس. اقسم بالله ما باظتش غير الفلوس، ما بوظش الكوره في مصر غير الفلوس والوطن العربي. هو الواد المهاجم ده مش افضل حاجه، برضه يلوش مش افضل حاجه، بس هو مهاجم 80%. انت فاهم ازاي؟ انت بتجيب لعيب، انت مش عارف تجيب لعيب 50% 60%. والواد ده اسمه ايه بتاع الاهلي صلاح محسن ده، انا شفتش حاجه كده. لا هو على صلاح محسن. الواد ده امكانياته حلوه. لعيب غبي انا. الواد غبي. الواد ده محتاج مدرب يناديله ياكله قلمين. خد يا تيك انت فاهم ده، انزل العب يا زمان لعبت بتاع طارق جامد. فين ايام مرتضى منصور؟ يا الله كان زمانه فاهم. الحكم كان بيبقى مرعوب في الملعب. يا الله. الواد اكرم حسني لما عمل المشهد ده في الفيلم موتني يا جدع. هو كان حقيقي بيحصل. موتني. عبد الله السعيد بقى ده اصلا على فكره يا راضي كوارث الارقام الماتشات اللي هي بتخسرها مثلا 4-5 الكلام ده، دي كوارث. تعرف بسبب ايه؟ بسبب اللعيبه اللي في الفرقه. لعيبه كبيره في السن مقضيه على شويه ماتشات سهله، عماله تتنطط يجي ماتش بقى تقيل. تيجي ماتش تقيل تقوم متغفل. انا ما بزعلش غير من ماتش سان داونز، قفلني من الكوره، قفلني. نفسي اقف قدام لعيبه الاهلي بمدرب الاهلي اتف في وشهم. انا كمان نفس الاحساس. قرفان من كولر ده. يعني انت في مصر مش عارف تجيب جون؟ في مصر في ملعبك مش عارف تجيب جون؟ لا. عملت ايه؟ انت ما تستحقش بقى ان انت تاخد البطوله. عجبني تصريح سيد عبد الحفيظ، قال لك اللي يعاب على الاهلي استسلامه الشوط الثاني ان هو ما يجيبش جون. يعني انت في ايه يعني؟ عشان كده انا بقول لك الشوط الاولاني لا ما حدش متوقع الاستسلام اللي حصل ده. احنا ما جبناش هجمه الشوط الثاني. فاول يا حاج فاول. يلا يا جدعان فرحونا بقى وكده الجون حتى لو في الزمالك حتى لو في بيراميدز. هاتوا جون في اي حته. لا والله العظيم انا عايز الماتش يوصل ضربات جزاء وبتاع. يا انا نفسي الزمالك يصعد بس مش هيقدر. انا صعبان عليا جمهور الزمالك المحترم بصراحه. مش التاني اللي بيقعد يشتموا فينا ده، لا انا الجمهور المحترم. لا جمهور الزمالك دلوقتي احساسه وحش دلوقتي قوي. تخيل احساسه عامل ازاي اما انت مش طايق نفسك. لا جمهور الزمالك بصراحه انا عارف مش طايق يبص يتفرج على الكوره. تلاقيه يعني مش عارف يبص على ماتش الكوره اصلا. وتحياتي لابو عبيده.
ابو عبيده قصدك؟ أبو تحياتي تحياتي ابو عالمي. عبيده العلامي. انت برنس بصراحه. عملوا حاجه النهارده ولا ايه؟ لا ده عمال كل شويه يديم على فرقه مهندس. دمرهم بتاع 50 60 دبابه. اصل هم اعلنوا الهجوم التاني. لا هو عادي، هو بصراحه هو اصلا عدى بالاولاني عشان يهاجم تاني. هو بصراحه الراجل بيلعب بيهم بولينج بصراحه. واقوى جيش واقوى بتنجانه واقوى. خلي بالك مش هم اللي بيحاربوا كمان، دي امريكا لو فتحوا مرتزقه، كانوا جايبين مرتزقه. ايوه ايطاليا وامريكا وامكانيات رهيبه ويضرب. والله العظيم برضو دول كروديات. شويه دول كروديات لو وقفت رجاله لا تلاقيهم كلهم بيبوسوا ايدينا ورجلينا. مصر بس معاش فلوس تحارب الكلام ده برضه مشكله برضه في مصر. ولو حاربت مش هتعرف تقعد مده طويله تكمل برضه يعني. انا فاهم معيش فلوس تدفع بقى. ممكن منين؟ وانت اصلا اللي معاهم فلوس ولا المهاجم برضه اللي معاهم فلوس بيسلفوا اللي قدامك مش بيسلفوك انت. صحابك العرب بيسلفوا اللي ضدك مش اللي معاك. الواد الافريقي دوت هو بيروح وبتاع ده كتير على فكره. ده كوره عبيطه جدا يعني. لو كان جه الاهلي كان شاتها. انا بكلمك في ايه؟ انه بيتحرك على الاقل جدا، بيجري، بيعمل نوش، جايب جون وعامل اسيست لمصطفى فتحي ما يضيعش. ما عملش حاجه النهارده خالص. وبعدين انا مش هقارنه بماتش. ما عملش حاجه النهارده. مين؟ موديست نزل في الدقيقه حاجه و70 تمام، جات له كوره ثرو بيشوط بشماله شاط الارض ورحت الكوره رايحه ضعيفه للجون. دي كانت جون. الثانيه نازله قدرها غلط، فبدل ما تيجي في وش رجله جت في قصبه رجله. مفيش سنه لعب في مصر. ما هو عبد الله سعيد ده اصلا عبد الله سعيد يا جدعان بطل كوره من 5 سنين. واي كلام يتقال غير كده احنا دوله بتجامل بقى. ده مجاملات. عبد الله السعيد هم بس بيغيظوا الاهلي يعني بيمدحوا في عبد الله عشان يغيظوا الاهلي مش اكتر. بس ايه رايكم في يعني عبد الله ده لو في الاهلي بس عشان انا داني عملتها امبارح. الواد بس دفعت كتير بس هنعمل ايه بقى؟ بس الواد ظبطها لي. ده عامل ازاي؟ ايه رايكم؟ ده سؤال عايزين نطرحه للجمهور وقولوا لي ايه الماتش ده هيحصل. طب يا رجاله نتقابل الشوط الثاني.